طالبت 3 أندية مصرية بمستحقاتها المتأخرة لدى النادي الإسماعيلي على خلفية بيع الدراويش لبعض اللاعبين الذين لديهم نسبة بيع لهذه الأندية، لتزداد الأزمات التي تواجه مجلس إدارة الإسماعيلي مع أزمة إيقاف القيد. ويعاني الإسماعيلي من أزمات مالية كبيرة في الوقت الحالي تسببت في إيقاف القيد لعدم الوفاء بالالتزامات المالية مع اللاعبين السابقين للنادي، مما أدى إلى توقيع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عقوبة تأديبية بمنع القيد لفترتين بسبب سوء السلوك مع اللاعبين. ويحاول الإسماعيلي إلغاء العقوبة أو وقف تنفيذها بعد إرسال خطاب للفيفا بذلك. وهناك 3 أندية تطالب الإسماعيلي في الوقت الحالي بمستحقاتها، نستعرضها في التقرير التالي. يعد فريق النجوم أكثر الأندية التي تطالب الإسماعيلي بمستحقاتها المتأخرة منذ أكثر من 5 سنوات، عندما قام الإسماعيلي ببيع إبراهيم حسن لاعب النجوم السابق إلى الزمالك، ولم يمنح النجوم نسبة البيع المستحقة له، مما جعل نادي النجوم يشكو الإسماعيلي، وحصل على حكم بحقيته لهذه الأموال التي قاربت 80 مليون جنيه مصري بالفوائد، وما زال الإسماعيلي لم يسددها. وطالب نادي الترسانة بحقيته في بيع عبد الرحمن مجدي إلى نادي بيراميدز مقابل 40 مليون جنيه. وكان الإسماعيلي قد حصل على خدمات اللاعب من نادي الشواكيش الذي وضع بند في عقده يتضمن نسبة البيع، وهو ما لم ينفذه الإسماعيلي بعد بيع اللاعب حتى الآن، مما جعل نادي الترسانة يشكو الإسماعيلي مطالبا بحقه في الصفقة. وأخيرا نادي بور فؤاد على نفس النهج طلب نادي بور فؤاد بمستحقاته المتأخرة في صفقة انتقال لاعبه علي الملواني إلى الإسماعيلي في بداية الموسم الماضي، والتي ما زال الإسماعيلي لم يسدد ثمنها حتى وقتنا الحالي، مما جعل فريق بور فؤاد يطالب بها.